مع هو انتو مع محمد علي بن رمضان رايق. بص 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 بص، يعني خلاه غلط. هو كان بأمانة عامل العرضية لمحمد شريف، بس اللاعب المدافع بتاع ايجل نوار بيغلط وبيمد رجله في الكورة عشان تيجي في سن رجله وتخش في المرمى بشكل غريب جدا. يا جماعة، ستنطلق صافرة مباراة النادي الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في بوروندي في دوري أبطال أفريقيا بعد قليل، بعد قليل قوي يعني. خلاص اهو الكرة بتتحط في خط النص اهوت، والحكم هيصفر والدنيا هتبدأ، وربنا يسترها علينا إن شاء الله. نسيت أقول حاجة، أنا نفسي الأهلي يفضل يلعب بالطقم الأحمر في أحمر ده على طول، بأمانة الله. طقم فخامة، الأحمر في أحمر ده، تيشيرت أحمر وشورت أحمر وشراب أحمر، والله طقم فخامة الفخامة. أتمنى يلعبوا بيه على طول، يبقى ده الطقم الأساسي. بسم الله ما شاء الله يا جدعان. يسرب واقف على خط المرمى لابس البدلة والقرعة منورة والدنيا زي الفل. أتمنى يعني شكله حلو كده، شكله مدير فني، شكله مدير فني بجد يعني. بالتوفيق إن شاء الله يا عم يسرب، وإن شاء الله تكون عند حسن ظن جميع جمهور الأهلي يا رب. جو ممطر كده وجميل وممتع، وبصوا يعني اداء تحسه اوروبي. بس النجيله بقى وربنا يستر والدنيا تبقى حلوه كده ومحدش يتصاب النهارده، عشان احنا مش ناقصين اصابات اقسم بالله. الواد زيزو الطقم الاحمر في احمر هياكل منه حته، والله العظيم الطقم الاحمر في احمر هياكل منه حته. انا نفسي افهم الطقم الاحمر في احمر ده مش داخل دماغ اداره النادي الاهلي ازاي. المفروض يثبتوه طقم اساسي والله. نقول لكم تشكيله النادي الاهلي تاني بسرعه كده، عشان انا قلتها في الشورتس اللي انا رفعته من شويه. في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه ياسر ابراهيم وياسين مرعي، وباكين محمد هاني وكوكا، وفي خط النص مروان وبن رمضان وزيزو، وفي الهجوم تريزيجيه وبن شرقي وشريف. يا رب وفق النادي الاهلي في المباراه اليوم بفوز مستحق باذن الله. ماذا اهدرت يا ياسين، ماذا اهدرت يا ياسين. دي كره تضيع يا ياسين يا مرعي، ده انت بالجون يا ياسين. لا بس الواد زيزو عمل عرضيه تتدرس، والله عرضيه تتدرس. ناقص بس هداف 18 كده يطلع براسه يحط هدف رائع. الله يمسيك بالخير يا وسام. في تدخلات عنيفه جدا 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 من لعيبه ايجل نوار على لعيبه الاهلي، وربنا يستر من الاصابات، عشان احنا وربنا ما ناقصين، والله العظيم ما ناقصه اصابات خالص. تدخلات عنيفه بشكل غير طبيعي، واذى نازلين ياذوا، اقسم بالله نازلين ياذوا. وبالنسبه ياس تروب عامل عامل زي المديرين الفنيين اللي في لعبه بيس. اداؤه الحركي ووقفته وتربيه ايده والقرعه بتاعته بتحسسك ان هو مدير فني في لعبه بيس، اقسم بالله. توقف لالتقاط الانفاس مع اصابه احد لاعبي ايجل البوروندي او ايجل نوار البوروندي، وابتدى يسترب كده يدي شويه تعليمات كده على الخط، وابتدى يركز وابتدى يتكلم وابتدى يفوق. يعني واحده واحده كده ان شاء الله الدنيا تمشي. وفي تعليمات منه هو شخصيا للاعيبه، وعادل مصطفى واقف بيفهمهم ايه اللي بيتقال والحاجات والمحتاجات. ان شاء الله خير، ربنا يعدي المباراه دي على خير ان شاء الله. علشان انا بتفائل بالطقم الاحمر في احمر ده، فمش عايزها يعني اصرف نظر عن التفاؤل بيه يعني، بامانه يعني. عالمي 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 عالمي، اقسم بالله يا محمد هاني. الواد محمد هاني ده نفسه ما بتتفتحش كده يا جدعان غير على الملاعب النظيفه، على الفرق الغريبه، الفرق الافريقيه، الفرق العالميه، الفرق الاوروبيه. هو نفسه ما بتتفتحش الا في كده يعني، بجد بجد يعني. عرضيه ولا اروع، بيخلي اللاعب بيسجل في نفسه يعني. بص، هو راح وعمل الوان تو ودخل وعمال يبص يشوف مين اللي هيدي لمين، فقام اخر ما زي شاطها في مدافع ايجل نوار، وبيجيب هدف في نفسه. بس هدف جميل جدا 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 لمحمد هاني، هدف ملعوب. الله اعلم بقى يتحسب لمحمد هاني ولا لا، بس بنسبه كبيره مش هيتحسب لمحمد هاني، هيتحسب على هدف مع هوان تو مع محمد علي بن رمضان رايق. بص 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 بص، يعني خلاه غلط. هو كان بأمانة عامل العرضية لمحمد شريف، بس اللاعب المدافع بتاع ايجل نوار بيغلط وبيمد رجله في الكوره عشان تيجي في سن رجله وتخش في المرمى بشكل غريب جدا، فهي هتتحسب هدف ذاتي للمدافع بتاع ايجل نوار. 1-0 للنادي الاهلي في الدقيقه 36، ربنا يكملها على خير باذن الله. يا عم تريزيجيه بعد اذنك، بعد اذنك خلي اليوم يعدي حلو يعني. اليوم خليه يعدي حلو كده ولذيذ، ومشي كرة يا عم تريزيجيه. الله يبارك لك، الله يبارك لك. يا محمد يا شريف، انت لو مركزتش مش هتشم النجيله تاني. والله يا محمد يا شريف، انت لو مركزت ما هتشم النجيله تاني. اهو اتصاب محمد شريف اصابه، وشكله هيطلع دلوقتي وهينزل جراديشار، او بمعنى اصح هيطلعه كده كده. المباراه الشوط الثاني الاول خلص
وبنسبه كبيره هيطلع محمد شريف وينزل مكانه جراديشار من بدايه الشوط الثاني. كاد ان يفعلها محمد علي بن رمضان، كاد ان يفعلها بامانه، يعني لو كان ركز فيها شويه كاد ان يفعلها محمد علي بن رمضان والله في احداث الشوط الثاني في الدقيقه 55. يا جماعه هو تقريبا على ما اعتقد يعني ان الحكم نسي الكروت، يعني هو نسي الكروت اصلا ما جاش بيها، فعشان كده مش عارف يطلع كروت من جيبه، مش عارف يتصرف ازاي. مش هقول له على التيشيرت طب اللي انت لابسه ولا عامل اي منظر. طيب يعني كميه انذارات المفروض كانت تطلع مفيش ولا انذار منهم طلع. تريزيجيه يا ابن اللعيبه يا تريزيجيه على الخطفه، خطفه مميزه اقسم بالله، دي لو كانت جول، لو كانت جت جول كنا قعدنا نتغنى بالجون ده لحد بكره الصبح. بصوا الاستلامه واللفه وباليمين في الضيقه، يعني بصوا. بس ماشي حلو يا تريزيجيه، حلو ماشي. تبديل كده يا جدعان في الدقيقه 64 بنزول محمد طاهر بدل بن شرقي، وتقريبا كده ان يسرب منزل طاهر محمد طاهر عشان الراجل بيعرف يتكلم انجليزي وفرنساوي فيعرف يديله تعليمات يوصلها للعيبه. ده توقعي الصراحه يعني. كمان خلى تريزيجيه يجي في الطرف الشمال وطاهر يروح مكان تريزيجيه في الطرف اليمين. فانا زي ما قلت لكم هو منزل طاهر محمد طاهر عشان بيعرف يتكلم انجليزي والله، عشان يديله التعليمات وهو بقى يوصلها للعيبه بطريقته بقى. انت بص انزل انت بقى قول لهم انا عايز ايه بالظبط، عشان اتخنقت من الموضوع ده. هو انا اتمنى ان لعيبه الاهلي يبقى عندها سرعه في الاداء اكتر من كده، ونبقى عايزين نحرز الهدف الثاني، لان اقسم لكم بالله النتيجه لو فضلت كده 1-0 للنادي الاهلي لحد اخر ربع ساعه، فرقه ايجل نوار هتقول عليا وعلى اعدائي هي كده مغلوبه، هما كده مغلوبين. فهيجوا في اخر ربع ساعه هتلاقي السرعات وهتلاقي السبرنتات وهتلاقي الدنيا اتفتحت معاهم جدا. فاتمنى يبقى في سرعه في الاداء شويه من النادي الاهلي، واتمنى ان نحرز الهدف الثاني عشان نبقى قاعدين مستريحين كده والدنيا حلوه ومفيش اي مشاكل عندنا يعني. اهو اللي انا قلته ابتدى يحصل اهو، وما استنوش لاخر ربع ساعه، من بدايه اخر ثلث ساعه من الدقيقه 70 او 71 ابتدوا يمسكوا كوره وابتدوا يهجموا عليك وابتدوا يخترقوا وابتدوا يعملوا حاجات غريبه. انا بقول لازم نحرز هدف تاني، لازم نلعب بشكل ايجابي وما نركزش في ان احنا جايبين هدف. العب على انك 0-0 يا جدعان، يا جدعان نلعب على اننا 0-0، بلاش نركز في اننا جايبين هدف وننام عليه، مفيش الكلام ده. العب وهات الهدف التاني واضمن الفوز. خروج محمد علي بن رمضان ونزول اليو ديانج، عبد قادر وقفشه بيطلع زيزو. طبعا بما ان زيزو بيلعب في نص الملعب هينزل مكانه قفشه، وعبد قادر بنسبه كبيره مكان تريزيجيه. والله العظيم كنت لسه هقولها قبل ما اشوف تريزيجيه خارج، عبد قادر مكان تريزيجيه وقفشه مكان زيزو. يا رب اتنين كويسين. قفشه بيعرف يمسك كرة في نص الملعب كويس جدا، عبد القادر لعيب مهاري جدا ممكن يخلص لك هدف او ممكن يعمل لك اسيست عالمي من اسيستاته الرائعه. فان شاء الله خير، ان شاء الله باذن الله الاهلي يجيب الهدف الثاني في نهايه الشوط الثاني باذن الله وتنتهي 2-0. لعيب يا جدعان اقسم بالله لعيب كوره والله يا جدعان. عبد القادر لعيب كوره، شفت استلم الكرة في وسط الاثنين ازاي وخدها بكعب رجله وخد فاول في منطقه ممتازه جدا. مهاري يا جدعان، لعيب مهاري، لعيب ممكن يخلص لك مباراه اقسم بالله بمهارته دي، بحلول فرديه قسما بالله يخلص لك ماتش. عبد قادر كاد ان يحرز الهدف الثاني. عايز اقول لك ايه، يعني بوش رجله كده لطشها بوش رجله كده. قفشه بيعملها له على القريبه وبيلطشها بوش رجله كده، كانت راحه في المرمى لولا ان هي خبطت في المدافع، والمفروض ان هي ضربه ركنيه، الحكم حسبها ضربه مرمى. انتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز الاهلي بنتيجه 1-0 بهدف انا هقول عليه لمحمد هاني، لانه بالامانه عمل فيه مجهود كبير جدا هو محمد علي بن رمضان بالوانتو بتاعه والحركات والتكات. فوز مهم جدا للنادي الاهلي وجمهوره، فوز مهم قوي في بدايه دوري ابطال افريقيا والبطوله ال 13 باذنك يا رب، وفوز مهم جدا ليستروب في اول لقاء له مع النادي الاهلي بشكل رسمي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهوره، وشكرا ليكم والسلام عليكم.